أضاع هذه المحاولة وهذه الركنية الأولى أشعلت المدرجات نوعا ما، حركت الجماهير وبدأت تشجع، وجول جول 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 أول في المباراة من مصطفى ناظم. نعم، من مصطفى ناظم، نعم، من لاعب فريق القوة الجوية، من مدافع القوة الجوية، من اللاعب المتوج بالذهب في بطولة آسيا تحت سن 22 سنة. نعم، يأتي بالهدف الأول عند الدقيقة 10. هكذا تسعد الجماهير من محاولة أولى وثانية. جاءت الفرص الحقيقية وجاءت فرصة الهدف. لاحظ الإعادة، لاحظ الإعادة. حكم المباراة لا يشير إلى أي خطأ في اللقطة الماضية، وبالتالي مصطفى ناظم يتابع بالمرة الأولى وبالمرة الثانية ليهز شباك المنتخب الكوري الشمالي عند الدقيقة 10. نعم، هدف أول لمنتخبنا، جول للعراق، تقدم أول وبداية تمريرة أكثر من رائعة وممتازة، وانطلاق ودخول منطقة الجزاء. أخطاء بدائية عند المنتخب الكوري في منطقة الجزاء، ولكن لم تستغل إلى الآن هذه محاولة، وأمجد يصل للكرة. نعم، يصل، يلعب العرضية ولا وجود. هذه جول، هذه جول الآن. يونس محمود، نعم نعم. لا 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 الاندهاش، كل الاندهاش والابتسامة الغريبة، لأن يونس محمود غريبة جدا الكرة اليوم. يونس محمود بعيد تماما عن حسه التهديف المعتاد، ربما لابتعاده الكبير عن منافسات. فهو بالتأكيد نعلم بأن بعد أن انتهى عقده مع نادي الأهلي السعودي، الآن هو بدون نادي، عاد من جديد إلى المنتخب ولكن هو بدون نادي، ربما ينتظر عقد من هنا وهناك. خارجيا يقال بأن هناك حاجة، فرص محققة للتسجيل، والكرة تتحول لمصلحة منتخبنا. عالية وطويلة أمامية تصل إلى يونس محمود. هل يسجل؟ هل يطمئن نفسه قبل أن يطمئن الجماهير؟ أمجد كلف، أمجد كلف، جول 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 جول. الكل سعيد بالهدف الثاني، الكل فرح بالهدف الثاني. يونس لم يسجل ولكنه صنع، ولكنه لعب واشتغل على الاسيست الصحيح ليرسل كرة إلى أمجد كلف، تابعها مهند عبد الرحيم لتعانق الشباك. لا وجود للتسلل أبدا على الإطلاق. نعم، مهند عبد الرحيم، نعم، مهند عبد الرحيم يتابع ويسجل بالصدر، بالصدر يسجل مهند عبد الرحيم هذا الجول الثاني لمنتخبنا، هذا الهدف الثاني لمنتخبنا. فوز بالتأكيد معنوي، معنوي لحكيم شاكر، معنوي للاعبين، معنوي للجماهير، معنوي لكل محبي منتخبنا الوطني العراقي قبل لقاء الصين، وأيضا سيكون بالتأكيد، نتمنى أن يكون تأثيره سلبي.